السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل السمك الحلو ده. السمك ده اللي يشوفه كده يقول لي ده اسمه ايه. انا بقول عليه مرجان، لان الراجل لما جيت اشتريه كان معاه، فبقول له السمك ده ايه، قال لي ده مرجان. وانا عارفة ان المرجان لونه احمر، اللي هو اللون الوردي المفضل الحلو ده، بس الراجل قال لي سمك حلو وشكر لي فيه. قلت اخده على انه برضو مرجان، بس هو فعلا شبه المرجان ولكن لونه ابيض. قلت يمكن من بلد تانية ولا بحر تاني. المهم جبته غسلته وقشرته، نضفته كده وخليته من جوه ومن بره زي الفل. بطنه بيضه ونضيفه زي ما انتوا شايفين كده. اللي هو عارف ليه اسم تاني يقول لي. بس هو فعلا طعمه حلو، على قد ما السمكية مش كبيرة كده، بس محملة لحم. وعامة هي ما فيهاش غير سلسلة الظهر دي، ما فيهاش شوك، بس سمك جميل جدا، حلو قوي. فانا جبته كده وغسلته ونضفته زي ما قلت لكم. هجيب بقى التتبيله الحلوه المنقذه اللي انا بعملها، ما استغناش عنها. انا بعملها ازاي يا حبايب قلبي؟ البرطمان ده ما بيفضاش من عندي ابدا. طبعا احنا ساعات بيبقى جايبين كده فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر رفيع البلدي، فلفل رومي، بيبقى عندنا في التلاجة بيدبل. او بنكون مثلا رحنا السوق وجبنا تاني، فاللي عندنا ده هنعمل فيه. اوعي ترمي حاجة ابدا، ما بنرميش حاجة. انا هدف قناتي ايه؟ التدبير والتوفير وعادة التدوير. هتلم الفلفل اللي عندك وتطحنيه في الكبة مع راس توم حلوة او توم المفروم، وتحط له ملح بقى، وتحطي كمون، ولو الفلفل مش حامي تحطي له شطه. المهم وعصره خل، عصره ليمون وخل، وتروحي محطاه في البرطمان ده، تشيليه بباب التلاجة. ده برطمان منقذ. لو انت بتعملي بتنجان مخلل لسه هتقشري توم وتدقي وتعملي وكده، لا. لو انت هتعملي سمك لسه برضه هتعملي التتبيله، هيبقى عندك البرطمان ده، تطلعيه تاخدي منه وتتبلي السمك، البتنجان، ابو غنوج، اي حاجه خالص. اي حاجه انت عايزه تتبليها هتتبليها منه، وترجعي تشيليه في التلاجة تاني زي ما انتوا شفتوا انا بعمل كده. المهم بقى بعد ما تبلت السمك كده ركنته على جنب، ورحت اعمل الرز المكرمل. حبه زيت كده في حله، وهتروحي حاطه بصلايه حلوه كده مفرومه، وننزل بيها على الزيت بعد ما يسخن، ونقلب نقلب لحد ما يبتدي ياخد لون. انا عايزه البصل يصفر شويه، عشان انا هعمل بصل مكرمل زي ما انتوا شايفين كده. البصله ابتدت تصفر معايا. وهعمل ايه دلوقتي؟ اروح جايبه معلقه سكر. ايوه، معلقه سكر كده بمعلقه الاكل. ما تخافيش، مش هتخلي الرز مسكر ولا حاجه. دي هكرملهولي وهيبقى طعمه جميل جدا. هقلب هقلب البصل كده مع السكر لحد ما يبتدي يغمق وياخد لون. بس ما تحطيش السكر من الاول عشان ما يتحرقش هو، والبصله تكون لسه بيضه. احنا هنستنى ما البصله تصفر وبعدين نحط معلقه السكر ونقلب لما يبقى ايه البصله حلوه كده، اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليها بقى بالرز الكميه اللي انت عايزاها. انا عامله طبقين رز بس، انت بقى اعملي الكميه اللي انت عايزاها. هننزل نقلب كده، وبعدين هنروح منزلين ميه مغليه. لازم تنزلي ميه مغليه، او مع الرز بتاع السمك. ويعني عامة لازم نستخدم مية أو شوربة مغليين لعمايل الرز. بصوا حبايبي، جيت بقى بعد كده حطيت معلقة من ايه، مش هنحدقه بملح، هنحدقه بمعلقة من التتبيلة اللي انا تبلت بيها السمك. اقلبه كويس واغطي عليه واسيبه ايه لما يستوي مع نفسه. نيجي بقى هنا هنحمر السمك نقليه. جبت كده دقيق حطيت فيه زي ما انتوا شايفين السمك. وبعد كده بعد ما شبع كده من التتبيله، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبه في الدقيق، وهاخد سمكه سمكه. وطبعا احنا الزيت حطيناه على النار، وما رميناش الليمونه اللي كنا عصرينها على التتبيله اللي خدناها. حطيتها في الزيت كده عشان ما تعمليش ريحه زفاره. زي ما انتوا شايفين بنزل بقى عشان اطلع السمكه مقرمشه وناشفه كده، ماسكه نفسها وطريه من جوه. بقلب السمك في الدقيق، وبعدين باخد واحده واحده انزل في الميه، واروح واخده من الميه على الزيت زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بقى الرز استوى. انا حمرت كده بقى السمك وقلبته على الجنبين. لما استوى خلاص كده الرز استوى كمان اهو. بقى رز مكرمل ومفلفل في نفس الوقت وحلو قوي، طعمه جميل جدا. انا هنا بقى ايه،
بقلي السمك اهو، بقلبه بالشوكة بقى كده اهو، تفضلي تقلبي زي ما انت شايفة كده لحد لما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. هتاكلي احلى سمك مقرمش ومن بره وطري من جوه، طعمه جميل خالص. وانا بنصحكم بقى تجيبوه، سواء بقى المرجان الاحمر الابيض، فوائده جميلة جدا وليه فوائد حلوة كتير. وحجم السمكة دي مش وحش والله، على قد ما هي حجمها، يبص هي كانت طول كف ايدي كده. و كان يعني اللحم فيها كتير ومحملة كده، وفيها شوكة يا دوبك سلسلة ظهر رفنعة كده بتشيليها، ما فيهاش شوك يعني. جميل جدا، طعمه حلو قوي. وكانت غدوة كده. وعملنا كمان طبق سلطة اهو، بص ناشفة من بره ومقرمشة من جوه، طرية وطعمها لذيذ جدا. سموا الله وصلوا على رسول الله في الكومنتات. وما تنسوش بقى اللايك الحلو واشتراك متابعين الجداد حبايب قلبي منوريني. اهلا بيكم في قناتي، تجولوا فيها ان شاء الله محتوى يعجبكم، وقولوا لي ايه رأيكم في قناتي. انا قناتي هدفها تدبير والتوفير واعادة التدوير. حبايب قلبي ومتابعيني اللي معايا من الاول منوريني ومشرفيني وعلى راسي من فوق. تنسوش بقى اللايك الحلو وجربوا، مع السلامة.